الفنانة الجميلة إيناس نور، في وجودك النهاردة في احتفالات، احنا مش هنذكر الحزب لكن هي احتفالات سياسية. ليه مش عايز تذكر الحزب؟ الفن والسياسة، حزب الأحرار الدستوريين. الفن والسياسة قطبان. حضرتك متواجدة دايما في الاحتفالات السياسية دائما؟ لا، بصراحة دي أول مرة أتواجد في حاجة سياسية، بس يعني هو إحنا الشعب كله اقتحم في السياسة غصب عنه. دلوقتي إحنا كلنا بقينا نتكلم في السياسة. فأنا يعني مش سياسية، وأنا أساسا كنت بكره السياسة. فدلوقتي طب فين الفنانة إيناس بالنسبة لثورة 25؟ فين إزاي؟ أنت فين منها؟ أنا فين منها؟ أنا متواجدة وموجودة وبحب بلدي زي كل المصريين، وبتمنى إنها ترجع مصر القوية. أنت عاجبك الأوضاع حاليا في مصر؟ لا طبعا، أنا مش عاجبني الأوضاع في مصر، وأي مصري متهيألي بيحب مصر ما أعتقدش إن هو يكون عاجبه الأوضاع في مصر، علشان إحنا بص يعني إحنا بقينا صعبين قوي مع بعض، بقينا كلنا بنتخانق مع بعض. هل الإنسان المصري اتغير؟ هو مش اتغير، معرفش اتغير. هو ايه اللي حصل؟ خليه يتغير. يعني هقول لك زي احنا ايه، زي ما بيقولوا احنا كنا في جره وطلعنا لبره، يعني اللي هو يعني بقت سلوكيات بتظهر كده يعني مش بتاعتنا، يعني في الشارع كده الناس على طول بتتخانق مع بعض، والناس كارهه بعضها، والناس مش عارفه في ايه. انت مع الاخوان ولا ضد الاخوان، ولا مع مرسي ولا ضد مرسي؟ بص انا صراحه ما تكسفيش. انا لا، مش هتكسف، ما حدش بيتكسف دلوقتي. انا مع اللي بيحب مصر الصراحه، وانا مش لاقي حب دلوقتي، يعني مش لاقي حد بيحب في مصر دلوقتي في السياسه اللي احنا فيها انا مش ضد حد، بس انا شفت حضرتك دلوقتي معاكي استماره لتمرد. تمرد. ما انا مش عاجبني الوضع، يعني انا مش جايه علشان انا ضد الاخوان، او انا ما كنتش اعرف الاخوان اساسا، يعني انا مش ضد الاخوان عشان انا مش محجبه مثلا، لا، انا ضد اللي بيحصل في مصر، انا ضد الحكومه. ده فيلم الله يرحمه احمد زكي. انا فعلا ضد الحكومه، ضد اللي بيحصل في مصر. انا مش عاجبني، انا مصريه، مش حكايه انا ممثله ولا انا فنانه ولا انا مصريه، مش عاجبني اللي بيحصل في مصر. احنا هنبعد شويه عن السياسه ونقول اخر اعمال الفنانه الجميله بتاعتنا. ان شاء الله في سيت كوم اسمه الحلنجي باشا، ده بطوله الاستاذ ايمن اندي. في رمضان؟ احتمال ينزل في رمضان ان شاء الله. مسرحيات، بعدتي ليه عن المسرح؟ هو فين المسرح؟ بص انا حال البلد. المسرح بقاله كتير من قبل الثورة وهو تعبان، بس أنا يعني علشان أنا بحب الأطفال وحياتي، يعني الشغل الأطفال صعب، فأنا حبيت الصعب ده، فأنا عملت مسرحيات كتير للأطفال. يعني مسرح الطفل هو الوحيد اللي مستمر إلى الآن، يعني علشان الطفل ده على فكرة احنا كلنا ناسيينه، يعني كل الناس كلها عماله تتخانق. حضرتك اثرت نقطه برضو لازم نديها حقها. الفنانه عزة لبيب بتبذل مجهود جامد جدا بالنسبه للمسرح الطفل. ما عزة لبيب دي مديرتي، لان انا موظفه في مسرح الطفل. فانا بحييها وبحيي كل اللي عاملين في مسرح الطفل، لان احنا بنشتغل باضعف الامكانيات الصراحه. اخر حاجه تتمنيها لمصر؟ مصر وحشتنا كلنا والله، وانا عارفه انها تعبانه قوي، واحنا بنحبها. احنا مصريين، يعني احنا هنروح فين؟ انا شايف ان انت عندك جواكي حاجات كتير عايزه تقوليها ومتحفظه ليه؟ لا، انا مش متحفظه خالص، بالعكس
يعني انت قلت لي مضيت حمله تمرد، مضيت تمرد طبعا. لا ده انا مش عاجبني الوضع في مصر، فانا ما بخافش، يعني ما اعتقدش ان في حد بيحب مصر بيخاف، ونخاف ليه؟ انا في نهايه، طبعا هو لقاء قصير جدا، لكن بشكر حضرتك وعلى وعد بلقاء تاني ان شاء الله. أنا بشكرك وبشكر القناة، وأنا سعيدة جدا إن أنا بسجل معاكم، وسعيدة جدا إن أنتوا مهتمين وجيتوا النهاردة وشرفتونا ونورتونا وكل حاجة. متشكرين قوي.